بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة او الفيديو النهاردة بيتكلم عن اكتر حاجة حلوة، كل الناس تقريبا بتجمع عليها. هو الدوناتس. وبما ان احنا بنعمل حاجات بقى تكون مناسبة لراس السنة، توفير بقى، وبما ان الحاجات بره بقت اوفر في اسعارها، فاحنا بنعمل كل حاجة في البيت، وكل حاجة معانا بتطلع انضف واحلى واجمل بكتير قوي. وكفايه ان احنا عاملينها بايدينا. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. المقدار ده مطلع معايا العجينه بجد بجد تحفه، وما شربتش زيت، وكانت لتاني ولتالت يوم. بجد العجينه تحفه وملمسها حلو قوي، وهتشوفي بنفسك في الفيديو. هحتاج هنا يا بنات 4 كوبايات من الدقيق. دقيق عادي، اللي هو متعدد الاستخدامات. وياريت تكوني نخلاه. وهحتاج كمان معاه معلقة من الخميرة الفورية، وخميرة فورية يبقى أكيد هنحط سكر، وأنا بحب أحط 2 3 كده علشان العجينة كمان تبقى معايا مسكرة. ف يعني زي ما تحبي. وكمان هنحط معلقة من البيكنج باودر، وهحط كمان معلقتين من لبن البودر. بيدي طراوة حلوة قوي للعجينة بتاعت الدوناتس. وذرة ملح، وهقلب المكونات الجافة مع بعض. وهنا احتاجت بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وكمان 70 جرام من الزبدة برضو بدرجة حرارة الغرفة. وهحتاج كمان كوباية من اللبن. استخدمت في الوصفة طبعا الكوبايات المعيارية. وهحتاج معلقة من الخل طبعا من الحاجات الحلوة قوي في المعجنات او في الكيكات، بيدي طراوة برضو للعجينة، وهو كمان بيضيع لي اي ريحة للبيض او حاجة. هنا هجيب البيضة بتاعتي احطها على المكونات الجافة، وهحط معاها معلقة من الفانيليا ومعلقة من الخل، وهقلب المكونات كده مع بعض بالسباتولا في الاول. قبل ما احط اللبن بتاعي. هنا نزلت بالكوباية اللبن. طبعا حسب الدقيق بتاعك ممكن تحتاجي معلقتين كمان، انا احتجت معلقتين كمان على الكوباية. هقلب كده المكونات لحد ما تمتزج مع بعض. وبعدين هبدأ بقى ان انا اعجن بايدي لحد ما العجينة تلم معايا، اديها حقها كده في العجن، يعني علشان العجينة تبقى طرية معايا. وحتى لو العجينة ملزقة شوية مفيش مشكلة. هنا معلقتين لبن بودر انا كنت نسيت احطهم فحطيتهم. وبدأت اعجن بايدي شوية حلوين. معلش انا بصور بايد وبعجن بايد، فعشان كده يعني باين ان انا البولة بتتهز شوية او بتتحرك مني. هنا بقى لما العجينة لمت معايا هبدأ احط 70 جرام من الزبدة. واعجن طبعا وادي حقها في العجن لحد ما اخد عجينة ناعمة، واغطيها واسيبها بمكان دافي لحد يعني ما تتضاعف حجمها بالشكل ده. شايفين عجينة ناجحة 100%. كانت طرية وحلوة قوي. وفي الشغل بجد بجد كانت يعني بتتفرد بسهولة، وكانت حلوة قوي. يعني كانت النتيجة كانت حلوة يا بنات. وجربي وما تخافيش من الحلويات او المعجنات في البيت، بجد بتبقى حلوة. وجربي مرة واتنين ان شاء الله تعمليها احسن باذن الله. هنا فردت العجينة بتاعتي على رشة دقيق بسمك 1 سنتي، علشان قطعة الدوناتس تبقى حلوة كده معاكي. وطبعا بالقطاعة بتاعتي بقطع بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، او لو ما عنديش قطاعات ممكن تستخدمي مج او كوباية او اي حاجة طبعا عندك. وهنا كان عندي القمع ده فرغتها كده من النص زي ما انتوا شايفين. البواقي بتاعت العجين برضو بلمها يا بنات وبستخدمها تاني. هنا كان عندي القطاعة على شكل قلب، عملت برضو منها شكله كان حلو قوي برضو. وقليته برضو زي انتوا عادي زي الدوناتس. رصيتهم بقى في صينية كده وحطيتهم على ورق زبدة في مكان طبعا دافي. لازم يتخمروا برضو، دي الخطوة التانية في التخمير، بتخمر مرتين. ودي بواقي العجينة اللي كانت متبقية اللي انا لميتها. عجنتها تاني وقطعتها تاني. وهديها برضو وقتها في التخمير.
خطوة مهمة قوي قوي يا بنات ان احنا نغطي الدوناتس قبل ما نقليه، او في الخطوة بتاعة التخمير التانية برضو نغطيه علشان ما ينشفش معايا او العجينة تفضل طرية معايا لاخر وقت. بصوا انا حتى اي قطعة صغيرة في العجينة كنت برضو قليتها. هنا بقى جهزت التوبينج اللي معايا. مربى فراولة، كنت عاملة كراميل في البيت برضو. سيحت شوكولاتة كده في الميكرويف. كان عندي سكر بودر، حطيت عليه معلقتين من اللبن وقلبته. ده اللي هو بقى دي كان التوبينج الاصلي بقى بتاع الدوناتس، اللي هو كلاسيك قوي، اللي هو السكر باللبن. ودي فراولة ومربى فراولة بس كده. عندي بقى زيت غزير هحط فيه الدوناتس بتاعتي. ويا ريت ما احطش قطع كتير عشان يعني ما اقللش درجة حرارة الزيت. والحركة بتاعت ان انا باخد بالمعلقة على وش الدوناتس دي لما باجي اقلبها بتحتفظ بشكلها. ويا ريت نقلبها بخلة او بحاجة ما تبوظش شكلها يعني. ما بياخدش على النار وقت طويل لحد ما ياخد اللون ده، يعني دقيقتين 3. بطلعها في مصفى طبعا. يا ريت علشان نصفي الزيت اللي فيها. ما بتشربش زيت اصلا يا بنات. بصوا العجينه شكلها عامل ازاي، بصوا اللون، وبصوا العجينه قطنيه وبجد تحفه. التوبينج بقى والتزيين ده بقى براحتك، واللي موجود عندك واللي انتي بتحبيه. عندك اوريو، عندك كراميل، عندك صوص شوكولاته، شوكولاته بيضاء، جوز هند، كل الحاجات اللي اي حاجه موجوده عندك بتنفع وبتبقى تمام. انا عملت تشكيله زي ما انتم شايفين، حاجه حلوه ونظيفه وعاملينها في البيت ومشرفه لو حد جايلي يسهر معايا في راس السنه، او لو انا رايحه لحد ممكن اخدها في علبه شيك كده. وكفايه ان هي من عمايل ايدينا، وان شاء الله تعملوه احسن. ولو استفدتم من الفيديو يا بنات حطوا لايك واشتركوا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.